بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام والمشاهدون، سنبدأ اليوم إن شاء الله بهذه الحلقة بمقام الدشت، ونقرأ من سورة النمل. ومقام الدشت من المقامات الجميلة أيضا، وأنتم تعرفوهن المقامات، وإن شاء الله سأقرأ لكم هذا المقام وتستمعون إليه وتحفظوه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم
يَحْزُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، هذه التلاوة من سورة النمل على مقام الدشت، ومقام الدشت من المقامات الجميلة التي تسمع وتقرأ، يعني نحن نقرأ والناس تسمع وتستفيد إن شاء الله، وكلنا إن شاء الله نستفيد من كتاب الله الكريم. وإلى هنا إن شاء الله تقبلوا تحيات أخوكم المقرئ عادل يوسف العادلي.